مرحبا حبايبي، ويلا نعمل معاكم ألذ سمك بالتنور على طريقتي. يمي يمي يمي. يلا بسم الله. بسم الله. هذا الميفا، حطينا سعف، حطينا حطب عشان نولع، وهذه حقت مكعبات نولعها. ولعت. خلاص بس يستوي ونوريكم بعدين ان شاء الله. هنا السمك خلاص، هذا هو نظيف. نبدأ نبهره، ممكن كمان نحط كذا من هذا الناحية، حاجة بسيطة. طبعا ندخل التنور بهذا الشكل. خلاص الناحية الثانية. طبعا هنا ملح، نحط ملح. هنا بهارات مشكلة، طبعا بهارات حلوم، ممكن تحطون أي بهارات عندكم، كزبرة مع كمون مع البهارات المشكلة. شايفينها بهذا الشكل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا المويه وكذا حينزل البهارات منها. حيثينها هذه هي. هنا سويت خبزة بر، حجربها معاكم. حطها بالميفا او حبايبي زي ما انتم شايفين. حطيت رز منقوع هنا، حطيت فيه مويه، طبعا خلاص المويه تبعه. هذا هنا حطيت الزيت على الرز. هنا فلفل حار، هنا فلفل رومي، هنا هذه بهارات مشكلة موجودة. هنا ليمون، هنا قرفة، هنا في شوية قرنفل، قرنفل، هذه قرفة. هنا حبة ثوم ما يمنع، طبعا باقي بقشرها بس مو مشكلة تعطي طعم. بصل ناشف، طبعا حق تقريبا نفر واحد او نفرين مو مشكله، انتوا تحطوا على حسب الكميه اللي انتوا تسوونها حبايبي. نبدا الحين نشتغل عليها. خلاص شوفوا هنا، يلا بسم الله. شويه ماء فيها كذا. طبعا هذه الطريقه قديمه استخدموها بهالطريقه. بسم الله. السمك هنا استخدم خبزة. هذا الشكل غليت بمويه. شايفين؟ والله بسم الله. بسم الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شايفين؟ شايفينه؟ ما شاء الله. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا حبايبي المكونات والطريقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ودمتم سالمين من مطبخ حلوم، وفي أمان الله. يلا نذوق وصلة كذا. يمي يمي على الريحة وعلى اللذاذة، وعليكم بالعافية.